هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله الروتين مالت اليوم يعجبكم. كلش طولت عليكم سالفة الفيديوهات الروتينات، بس اعذروني. هالمرة رجعت لكم، وان شاء الله اي روتين انتم تحبونه انا انزله لكم. حبايب قلبي، بداية الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بديت وياكم من وجبة الريوق بنات. راح اسوي ريوق كلش بسيط انا وابو مصطفى، لين بعدهم الجهال نايمين وهم المدارس مالتهم تكون عصرية. فحبيت اطلع عليكم بهذا الفيديو حبايب قلبي، وشاهدوا للاخير. فيديو اليوم كلش حلو، روتين تنظيف عميق للغرفة، وراح اراويكم همينه الروتين مالتي شلون حلو، وتابعوني للاخير. وما تنسوني حبايب قلبي من ضغطة اللايك واشتراك بالقناة وتعليقاتكم الحلوة اللي تحفزني وهيجي مثل العسل على قلبي. مثل ما جاي يشوفون بنات، هنا سويت البيض. هذا البيض خلط، وسويت الشاي وحميت الصمون بالميكروويف، وخليت لنا قطعة جبن الصباح، بس طبيعي ما اكلناها كلها. هذا ريوقنا مال شخصين حبايب قلبي، وسولفونا بالتعليقات تتريقين انتي وزوجك لو ريوقكم كل واحد. هسه حبايب قلبي ورا الريوق خليني نبدي بالروتين مالتي. وانا بالفيديوهات السابقة نزلت لكم فيديو تنظيف المطبخ العميق، واليوم راح اراويكم تنظيف الاستقبال همينه. تنظيف الاستقبال فيديو قديم، بس ضفته اليوم ويا هذا الفيديو. يعني من خلصت من المطبخ والروتين العميق بداخله والاستقبال، وهسه اتجهت للغرفة همينه تنظيف عميق بنات، وروتين كلش حلو صباحي. التنظيفات قبل الشتاء، بحيث انا وخرت هذه الاخشاب كلها وكنست وراهم ومسحت، يعني بالمكنسة الكهربائية اسحب الاتربة وامسح بالكلور والمعطر. شوفوا بنات، هذا الكلور انا خلته هنا يمي لان عندي السيراميك ابيض، فقط الكنتور اللي ما قدرت اوخره. الاخشاب همينه بنات كلهن مسحتهن. غيرت التلبيسه مالت المندر، يعني همينه عمود اغسلها. الوجوه هذه الفرشه بنات هي تلبيسه، يعني فرشه شبه شتائيه، لان الملمس مالتها يكون هيجي شلون الفرو. وانا ما راح افرش الغرفه، لا، لان الجو عندنا بالبصره بنات بعد شوي حار. خليت بس هذه الدوسه الدائريه بالنص بنات، وشوفوا اللمعه بالاخشاب. وهنا همين غيرت هذه التحفيات او المزهريات، طلعت هذن اللي يكون هيجي يعني الشكل مالتهن مو قزاز، والقزاز ضميتهن، يعني مدة اغير بالاغراض. وما احب اخلي هواي اغراض بالغرفة. اذا تشوفون بنات الغرفة كل شي ما بيها فارغة يعني من الاغراض. وصار التنظيف بنات على هذا الشكل، وصار كلش حلوة الغرفة. حسيت براحة، يعني تقريبا مدة ساعة او ساعة ونص انا بداخل الغرفة، قعدت من وقت على مود انظفها. والحمد لله والشكر كملتها وعطرتها بهذا البخور. بنات بعدكم تخلون من هذا البخور تعطرون بيه او لا تبخرون بيه، كلش حلو. احبه تصير الباكيت مالته مرسوم عليه الوجه مالت الاسد، شي طبيعي اغلبيتكم يعرفونه، وكلش حلو العطر مالته. اذا ما بيه حيل اروح اسوي البخور والفحم مالته، يعني قبل اتجه الى هذا البخور العوادي، وريحته كلش حلوه، يعني بخور جيل الطيبين. وهنا بنات هذه غرفة، انطوني رأيكم، صارت كلش حلوة ومرتبة وريحة النظافة فول. وهنا الظهرية، هذا المسواق ويا يابع المسواق، يعني كلش هاي الفقرة اروج من عندها، اللي هو ترتيب المسواق. ولا هو المسواق هنا مو كلش هواية، لين متابعاتي عارفني انه انا المسواق كله بالورقة وقلم، يعني ما اخلي ابو مصطفى يجيب لا زايدة ولا ناقصة، على الورقة والقلم يمشي. واكثر شي نستهلكه هي الريوقات والبيض. هنا عندنا الصاصات، اي شي بنات انا احتاجه اكتبه بالورقة وقلم على مود يمشي عليه ابو مصطفى ويجيب لي. وللاسف اذا تشوفون هذه العلبة مالت هاي المعلبات مالت الحميسة بنات، يعني شمرناهن مو حلوات، يعني سعر العلبة الوحدة 1400 اثنيناتن قبل، تكرمون للزبالة. وهنا جاي ارتب وياكم. هنا طرشي فرغته، وهذا البصل الاخضر همين نظفته، وهسه راح اخلي الريوق بالحافظة بالسلة. اكو شغلات بنات لازم ننظمها، يعني بسلات او بحافظات، حتى من تجين ترتبين الثلاجة يصير المنظر مالت الثلاجة حلو، وسهولة انه انتي تاخذين الغرض من الثلاجة، ما يصير عدش لا هوسة ولا كركبة.
وسولفونا من يجيكم المسواق شي يصير بيكم. والله يعني شوف أغلبيتنا احنا نعاني من هذه الشغلة، مسواق يعني وورا الظهر وغسل مواعين وتنظيف بعد مطبخ، وهاي يعني شقلكم هوسة وراح تبلشون بغسل المواعين والطباخ والكاونتر، وهذا المسواق كله ترتبونه، بس بعدها يعني راح تحسين براحة مسواقك يعني مرتب. هاي الخضرة هنا أنا شلتها لين بعد احنا متغدين ومخلصين تقريبا الساعة 3، شلتها ثاني يوم الصبح يعني نظفتها. والريوق همينة خليته بعد شنو بالله الليمون الخيار هذا كل هاي الخضروات همينة غسلتهن وخليتهن بالثلاجة. أما هاي السوالف اللي تطب داخل الكاونتر يعني مثلا شعرية هذا السمسم ما أدري شنو، هذين بنات ما بي حل أرتبهن نفس اليوم، يعني ثاني يوم وثالث يوم أرتبهن بالحافظات. بس الحليب لا، الحافظة مالت الحليب على الكاونتر خالتها هي وشاي وشكر وملح، هذين رأسة يعني أفرغهن. بس الشغلات مثلا البقوليات أو مثلا تجيك حليب الشعرية أو مثلا بازالية لوبة معروف شنو لبليبي، هذا لا ما أفرغهن نفس اليوم لأن بعد كلش أتعب، فأخليها الثاني يوم يلا أفرغها. وشوف الليمون هذا اللون مالته كلش حلو وريحة مالته عاطة متفتحين الليمونة يعني. وهنا هم هذا الطرشي فرغته تقريبا كيلو من الطرشي، احنا يعني مدة ومدة ضلينا ما نسوي طرشي، نجيب طرشي وزن نفرغه بالحافظة ونظل ناكل بيه لحد ما يخلص، انه بنجيب همينة وجبة طرشي. وهنا همين هذا اللحم المثروم ثاني يوم سويت كبة بس ما شاركتها، والخبز السمبوسة يعني لين تحتارين وين بالعشيات. ابو مصطفى اكثر شي يعني يحتار بيه العشاء، اقول له شنو نسوي شنو نجيب شنو نسوي غدا، قال اقول لك انت بكيفك شنو تسوي انت سوين وانا اكل. قلت له يعني مرات انت تعطيني رايك لين انا هواي يعني امل من هاي الشغلة، اعطوني ارائكم شنو اسوي افكاركم وياي. هنا حبايب قلبي همينة هاي ثاني يوم الظهرية، هم حبيت اخذ لكم هيجي لقطة او جولة مقتطفات. نظفت المطبخ، كنت طابخة هنا مرقة فاصوليا وهاي الفواكه والرمان يعني بعد موسم الرمان وكلش حلو بنات، يعني شقلكم الطعم مالته كلش حلو. وهنا لالنجي والبرتقال قلت خلي شوية ادلل نفسي اليوم ام مصطفى من بعد التعب وهيجي شي ما شاء الله. يعني انا يوميا عندي شغل، ويعني الظهر اخذ لي شوي قيلولة استراحة. واحب اشرب ماي بنات بهذه الجكة، شوفوا الفافون كلش احب اشرب بيها الماي، ما ادري يعني هيك استطعم بيها مال جيل الطيبين الجكات الفافون هيك شي. واخذ صحن الفواكه واروح لغرفتي فد ساعة ساعة ونص اقولهم لا حد يصح علي بعد لهنا خلصت الطاقة بعد. ها هي الطاقة يعني من الصبح لحد العصر كلش كافي. بعد لين انا بنات ما اشتغل اي شي يعني لحد ثاني يوم الصبح اجمع الطاقة مالتي، ما احب شغل الليل ولا شغل العصر ولا المغرب ولا ابد. احب اقعد الصبح نشيطة، قعدة الصبح كلش حلوة، نشاط الصبح، الشغل الطبخ يعني تنظيف كله الصبح هيك هاي هيك احب. اما شغل الليل شغل عصر مغرب لا كله ما احبه. احب انه انا منظمة وقتي والحمد لله والشكر على النعمة. وهنا بنات قلت لكم هذا الفيديو قديم لان انا نفس اليوم فتحت وياكم بث مباشر وشفتوا الاستقبال انتم تغييرات بالاستقبال على وجه الشتاء. اول شغلة اللي سويتها انا اشتريت بنات درزن 12 قطعة من هاي الكوشايات يكون الخامة مالتها قديفة ناعمة. اخذت بنات درزن كامل القطعة 1000 دينار، والدرزن كامل يعني 12 قطعة ب12 ألف. وشوفون الالوان بيه مختلفة بس حبيت هذه الالوان يعني اللون النيلي الاسود البيج والجوزي فاتح هذه والشكل همين بنات يعني الرسومات مالته حسب اللي تردون، اكو رسومات تفرق بس هذا انا خذيتها الرسمة ام الريشة. هنا بنات هذا الاستقبال مالتي شوفوا نظفته بس ما طلعت وياكم التنظيف. يعني أنا كم مرة مطلعة وياكم بالفيديوهات السابقة تنظيف الاستقبال، بس بنات طبعا عذروني أنا مصورة كله بالعرض بس ما أدري ليش صار التصوير عندي بالطول واضطريت أقلب لكم الفيديو، وعذروني لأن صار هسه هيك يعني لازم تقلبون النقال وتشوفون الفيديو. المهم حبايب قلبي طبعا المونتاج والتصوير هذا كله متعب، فلازم تحطون تعليق حلو ولايكات منكم حبايب قلبي وشاهدون الفيديو للأخير حتى تنحسب لي مشاهدة كاملة. وشوفوا الاستقبال بنات من بعد التغيير، وهذه الكوشايات كلش حلوة إذا شفتوها اشتروا منها كلش حلوة. وهذه المفارش بنات همينة فرشتهن ورجعتهن على القنفات، والأرضية كنستها ومساحتها. وآخر شيء المعطر
هذا المعطر مالت الجو بنات همينه كلش حلو، اسمه درهم. تقريبا سعره 2.5 أو 3. وخلصنا الاستقبال وشفتوا الغرفة همينة خلصتها والمسواق، وكان اليوم مالتي شاق بس بالنهاية يوم حلو. وتفائلوا خير وإن شاء الله أيامكم كلها حلوة وسعادة، وحبوا هيجي فيديوهات وهيجي روتينات، وإن شاء الله كثر لكم من عندها هاي الفيديوهات بنات. إن شاء الله راجعين للروتين الشتائي، روتين كلش حلو، روتين الخبز الحار واللبلبي والدبس والراشي. شو تقولون بنات؟ لهنا حبايب قلبي راح يخلص الفيديو مالتنا، وإن شاء الله ما تقصرون وياي باللايك حبايب قلبي، ما تنسوني من الدعاء والصلاة المحمدية كثروا منها بالتعليقات حبايب قلبي. مع ألف سلامة، ألتقيكم بفيديوهات قادمة.